السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أحلى متابعين، يا رب تكونوا بصحة وسلام. وصفتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا. هنعمل مع بعض رز بالجمبري. الرز بالجمبري أنا معايا هنا الجمبري بتاعي تقريبا يعني وسط على صغير. مش معنى إن الجمبري صغير يبقى أنا مش هاكل رز بالجمبري، لا طبعا هناكل. معايا طماطمية مبشورة، بصلاية مبشورة، معايا فلفل ألوان، ومعايا ملح وفلفل، ومعايا كمون وكاري وكركم، ومعايا كمان توم. اول حاجه انا معايا هنا الحله بتاعتي حاطه فيها زيت. هنزل بها على طول، طبعا الزيت بتاعي سخن. هنزل عليها على طول بالجمبري، اشوحه تشويحتين كده، وانزل عليه بالبهارات بتاعتي كلها: الملح والفلفل والكمون والكاري والكركم والثوم، واقلبه تقلبتين. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، الجمبري بتاعي هو اللي نزل ميته، ما حطيتش في اي ميه خالص. نزلت على طول بالطماطمايه المبشوره والبصلايه المبشوره، واقلب تقلبتين، وانزل على طول بالفلفل الالوان. الوصفه دي جميله جدا 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 وموفره معاكي، وتقدري تعملي بيها كذا وصفه. ممكن بعد ما تعملي كده انها تتاكل بالعيش، ممكن تعملي جنبها مكرونه بالصلصه. نفس الوصفه دي انا عملتها قبل كده بس للاسف ما نزلتش فيديو. عملتها مكرونه بالبشاميل بس الحشوه دي كان طعمها تحفه. انا وقت حبيبي حطيت الميه بتاعتي، اول ما الميه بتاعتي كمان غلت نزلت بالرز. الرز استوى، ودي طبختنا بتاعتنا رز وجمبري. مش بقولكوا سهله وبسيطه جدا، خلصنا اكلتنا بسرعه ازاي. بألف هنا وعافية عليكم. أتمنى الوصفة تعجبكم يا رب، تقولوا لي إيه رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.